تصور معايا روت البقر اللي كنعتبرو حنا غير نفايات اولا فضلات، تقدر تصايب به منتوج اللي نقي وزوين. باغيين تعرفوا كيفاش؟ خليكم معايا خطوه بخطوه. اول حاجه، كياخدوا الروت ديال البقر الطبيعي وكيزيدوا عليه شويه ديال الماء، وكيبقاو يطربوا مزيان حتى كيبدا يعطينا الرغوه. من بعد كيزيدوا عليه الصباغه باش يعطيوه واحد اللون اللي زوين ومنسجم. مور هاد الخطوه كيجمعوا الخليط وكيبداو يعجنوه برجليهم باش يولي الخليط متجانس ورطب مزيان. فاش تحصل على واحد العجينه اللي مزيانه، كتصنع منها كويرات اللي صغار. كل كره كديرها في ماء وكتبقى تحركو اولا تحرك هذا الخليط شويه بشويه حتى كيتوزع مزيان. وفي الاخير كيجيبوا الشبكه اللي خاصه بصناعه الورق وكيديروها في هذا الخليط وكيصفوا الماء الزائد حتى كتبقى واحد الطبقه اللي رقيقه من العجينه فوق الشبكه. ومن بعد كيخليوها تنشف، والنتيجه غتحصل على ورقه اللي هي حقيقيه بالطريقه التقليديه. وهالنتيجة كتشوفوها قدام عينيكم، واحد الورق اللي طبيعي وخفيف وأنيق ومصنوع بإبداع اللي كبير من أبسط الحوايج اللي ما غاديش طيح على بالك. شفتوا شحال الإبداع كاين في الأشياء اللي كنظنوها بلا قيمة؟ خلي معاك لايك وبارطاجي هذا الفيديو باش تعمل فائدة. راه هذه هي الطريقة التقليدية لصناعة الورق.